بجد مش لاقيه لها وصف من جمالها ولذاذتها. تحفه وريحتها تجنن والطعم روعه بجد، لازم تجربوها. لو جربتوها هتعجبكم جدا. وهي كيكه القرفه، جميله ومختلفه عن الكيكات العاديه وطريقتها سهله جدا. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل وصفاتي. في بوله هحط 2 بيضه، عليهم معلقه صغيره من الفانيليا، عليهم 3/4 كوبايه من السكر الابيض. هخلط المكونات دي كلها مع بعض وهضرب فيهم لمدة 5 دقايق مش اقل من كده، لحد ما اللون بتاعهم يوصل معايا للدرجة دي. انا عايزاهم ابيض خالص كده. هكون مجهزة عندي 1.5 كوباية من الحليب، 1.5 كوباية. هنزلهم على الخليط وهقلبهم مع بعض، وهكون مدوبة 4 معالق كبار من الزبدة وهنزلهم عليهم. هخلط المكونات دي مع بعض، وعندي 2.5 كوباية من الدقيق. انزلهم تدريجيا واضربهم، بس انا حطيتهم كلهم على بعض، انتوا نزلوهم تدريجيا واخلطوهم وتزودوا وهكذا. وهحط بقى رشة ملح ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر. لازم تجربوها بجد. هخلط المكونات دي كلها مع بعض واضربهم كويس، وهكون مجهزة صينية ودهناها بالزبدة. انا استخدمت صينية مقاس 30 عشان ما كنتش عايزة الكيكة مرتفعة قوي، لو انت عايزاها مرتفعة تقدر تستخدمي مقاس 26. هنزل فيها بالخليط بتاعي وهركنه على جنب. وهجهز عندي 100 جرام من الزبدة السايحة، عليها نص كوباية من السكر البني، لو ما عندكيش سكر بني يبقى نص كوباية من السكر الابيض، عليها معلقة من العسل الاسود، ومعلقة كبيرة من القرفة. هخلط المكونات دي مع بعض، طبعا هو السكر مش هيدوب معاكي، بس هخلطهم وهنزل بيهم على الكيكة من فوق. لو بتحبي السينابون بجد الكيكة دي طعمها قريبة جدا طبعا للسينابون، بس هي كيكة مش عجينة. هخلط كده الخليط اللي نزلته بالكيكة كله مع بعضه بخشبة او بظهر معلقة او باي حاجة عندي، لحد ما يمتزجوا كده مع بعض. انا مش عايزاهم يبقوا سايلين على الوش. وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة نص ساعة، طبعا مسخنة الفرن من قبل. هجهز بقى الصوص الابيض بتاعي، كوباية من السكر البودر وعليها 4 قطع من الجبنة الكريمي، وحطيت حوالي نص كوباية الا حبة من الحليب. هخلط المكونات مع بعض، عشان هنا الخليط بتاعي كنت عايزاه سايل شوية، لو انت عايزاه اتقل قللي الحليب. بعد نص ساعة بالظبط الكيكة طلعت، طبعا الريحة تجنن. سبتها هدت شوية ونزلت عليها بالصوص بتاعي، منزلتوش كله، نزلت شوية كده بس تشربه، وخليت شوية على جنب. لما اطلع الكيكة في الطبق احط عليها صوص تاني. فظيعة بجد، لازم تجربوها. لو بتحبي السينابون، طبعا طعمها سينابون خالص بس كيكة مش عجينة. ريحة القرفة اصلا في البيت تجنن، ريحة الخير فعلا. هشة ولذيذة وطرية وجوسي معاكي. هنا بقى حطيت عليها شوية من الصوص. الارتفاع بتاعها كويس جدا، مش عايزين ازيد من كده. الريحة تجنن والطعم روعة، بجد لازم تجربوها وتقولوا لي رأيكم في الوصفة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل وصفاتي، وتقولوا لي رأيكم في الوصفة. ولو مش مشتركين في الانستجرام والتيك توك والفيسبوك ما تنسوش تنزلوا تشتركوا. هحط لكم اللينك تحت في صندوق الوصف. ولو وصلتوا في الفيديو لحد هنا شكرا لكم بجد.